عمو هو فعلا النور هيلبس الستات النقاب بالعافية؟ لا طبعا، الكلام ده مش صحيح، لأن ديننا دين رحمة ودعوة إلى الله بالحسنى. اللي عايزة تلبس النقاب تلبسه، واللي مش عايزة ده اختيارها اللي وافقها فيه علماء كتير. طيب هل فعلا زي ما ماما بتقول ان حزب النور هيخلي الستات ما يشتغلوش يقعدوا في البيت؟ لا مش هيحصل، لأن الست نص المجتمع، لكن في شغلها هنحافظ لها على كرامتها ونوفر لها بيئة عمل مناسبة. وأنا عايز ماما تطمن، لأننا هنبني مصر جديدة، وانت كمان عشان تطمني قومي تعالي معايا. نفسنا كل مدارسنا تبقى كده في المستقبل، بمستوى علمي وتربوي متقدم، علشان نرتقي بمستوى التعليم، وده عشانك وعشان كل ولادنا، وبكرة نقدر نخرج أجيال تخدم مجتمعنا. وهنسعى ان المستشفى دي يبقى زيها كتير في المستقبل، والدكاترة والأجهزة الحديثة تكون على أعلى مستوى، علشان نحقق أفضل رعاية صحية، والتأمين الصحي يكون في نفس المستوى. وهنهتم بالطرق والمواصلات، هتكون مريحة للجميع وفي أعلى مستوى، بعيد عن الزحمة أو الوقفة في الأتوبيس. هنشغل ولادنا ونزرع الصحراء، والخضرة تكتر، وخير بلدنا يكفينا. عمو حزب النور أحسن حزب، أنا هخلي ماما تختار حزب النور. حزب النور هوية ودولة عصرية بعقول وأيادي مصرية.